وانتوا يا اولاد عاوزين تدخلوني دخلوا، انا من ايدكم دي لايدكم دي. زقوا زي ما انتوا عاوزين، زقوا فيا انت لغايه هتاخدها ما يا عارف عم هتودوني علي، فين. هتاخدها ايه؟ اكتساح التيك توك كله بيحبك. طب يلا يا ولاد انا معاكم، انا مش عارف انتوا هتودوني فين. بس اسم معاكم. الدار. زقوا فيا، زقوا زي ما اسم تزقوا. دارك وحقك راجع. اه يلا يا ولاد زقوا مهما على تزقوا. ايمن النجار يا وحش. والقران لو قلت لي يمين هقول لكم شمال. زقوا فيا زي ما تزقوا. يلا. خلاص يا جماعة، يبقى هاشتاج الحاج حبيبتي علي لرئاسة نديم. التيك توك. طب هم عاملين رئاسة تيك توك دلوقتي يا حبيبتي يا نديم؟ والله هم لسه ما بعتوش اشعار، دلوقتي مشغلين الجولات الرسمية اللي ما بين صانعي المحتوى وبعض. لما يحصل التصفيات تمام هيختاروا الشخصيات اللي هتشارك. خلاص يا ولاد اختاروني وانا ان شاء الله بعون الله هاخدها في سياح. ما تقلقوش بعون الله. حصل. بس انا عاوزكم تقفوا رجاله بظهري. انتوا حرين، مش تدخلوني وبعد كده تقولوا مالناش دعوه بيه مين يطلعني. انتوا انتوا حرين. نخش سوا ونطلع سوا يا رجال، ونطلع منصورين ان شاء الله. طبعا الدول العربيه واللي بره كلهم واللي هنا في مصر كله يا جماعه يحبني لو سمحت. بعد اذنكم شد يا اولاد. تسلموا لي. ما ينفعش حد ما يحبش عم علي، على فكرة دي مش مكتوبة في أي كتاب. انت ما مفيش تستحقش حاجة غير اسمها الحب. كده. الحمد لله. كبسوا يا جماعه وتعملوا متابعه للايميل ده، عاوزينه يعلى يبقى 10,000 والنبي الله يبارك لكم. هو ده 9,000 مش عارف وكام. يلا يا بقى ولاد. 950 اهو، هنعمل 850 يا جماعة ونجيب ال 10,000. طب يعني كل يعني الموجودين 50 عملوا بس اللي تشيروا يا جماعه؟ ما هو كان 150. لا يعني زاد 50 بس يا 150 جماعه اللي تشيروا عملوا متابعه. عشان في ناس كده اه مش متفاعلة، نشطهم. يلا يا ولاد شدوا يا جماعه. في ايه يا جماعه هنهزر؟ شد يا ابني. طبعا. يلا يا ولاد لو سمحتوا شدوا يا ولاد. ايوه كده ايوه كده. نديم. احلى تحيه عمر، لنديم يا جماعه الجميله قوي 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 قوي. بنتي وحبيبتي الغاليه نديمه قوي قوي قوي. طبعا حبيبتي احلى نديم. طبعا اشكرك. مين اللي بعد ده؟ عبد الرحمن. حبيبي عبد الرحمن تسلم لي. احلى تحيه لنديم يا جماعه. حبيبتي احلى نديم. نديم دي زي بنتي برضو غاليه عليا. انت غالي طبعا. علينا كلنا والله يا حاج علي. ربنا يخليكم انتوا ولادي كلهم. والله يا ولادي انا بحبكم كلكم. حتى قليل الادب اللي بيغلط اللي ملوش لازمه برضو انا مسامحه لوجه الله. طبعا. ده عبد الرحمن. عبد الرحمن اه. اهلا تعالى يا عبد الرحمن. هات اعمل لك متابعه يا عبد الرحمن. عماد ده هو فين عبد الرحمن؟ اللي لابس تي شيرت بينك. اللي اوله حرف اي بي. اه اي اه بي. اي بي. ايوه هو ده. هو ده. اه لا انت عامله خاص، عامله خاص يا عبد الرحمن. حبيبي يا عبد الرحمن رد المتابعه لو سمحت يا عبد الرحمن. حبيبي كل ظالم نهايه. تعالى تعالى كل ظالم نهايه. تسلموا لي يا رجاله. يلا يا ولاد شدوا يا جدعان. تشكر يا امير يا ابني الامر. انا مش هكلمك. عبد الرحمن يا سعودي واحد بيقال كلمه بايخه بس انا مش هرد عليك. حبيبي عبد الرحمن اهلا تعالى عبد الرحمن السعودي. يلا يا ولاد شدوا يا ولاد. حبيبي يا ملك اهلا تعالى عبد الرحمن السعودي. شدوا يا ولاد. تفاعلوا يا جماعه معايا، تفاعلوا يا جماعه. بقول لك يا عم علي اشمعنى بتقول طبعا كتير؟ انا عمري اقول طبعا. طبعا انا عمري ما قلت طبعا. بس عشان ما يقولوها لي طبعا طبعا يخلوني اقول طبعا. انا ما بقولش طبعا. عمري ما قلت طبعا. ده هم اللي بيألفوا اصلا وهم طلعوا عليها كلمه طبعا. في واحد تحت بيقول لك ان هو دكتور
المتلازمة دي بتبقى مرض نفسي بس بتكون لحاجة معينة، يعني مثلا متلازمة الحركة، متلازمة فرط الحركة، متلازمة حاجة بتكون موجودة. هو بيقول لك ان هو عنده متلازمة طبعا، اللي هو بيقول طبعا كتير، تمام، فهو بيستظرف. يعني انت مريض طبعا طبعا يا ظريف. روح للدكتور ولا تروح ليه؟ انا عالجك انا يا بابا، تعالى لي تعالى لي، انا عالجك. يا جماعه انا خلاص انا عالجك يا بابا، والعلم عند الله. معانا دكتوره وانا يعني انا اعتبر ايه، برضو ايه يعني زميلتي، بس هي اعلى مني في العلم يا جماعه، برضو حقها بما يرضي الله. يعني هي دارسه العلم. واشكرك اشكرك. ده عبد الرحمن ده. ايوه عبد الرحمن، كفو حبيبي منك يا يا عبد عم. احلى تحيه عبد الرحمن. طبعا الدكتوره دي يا جماعه هي كبيره عني، هي صغيره سنا بس كبيره في العلم عني. كل واحد ياكل حقه بما يرضي الله. ليه؟ بتفهم عني. واي دكتور يا جماعه، اي دكتور يقول لك خد الحقنه في الحته دي تاخدها ليه؟ لان هو خبره عني. امال انا اقول لك خد الحته دي، خد الحقنه في دراعك؟ لا ما ينفعش، انا دكتور. الكلام ده اكبر غلط يا جماعه، الكلام ده اكبر غلط. لازم الدكتور المتخصص هو اللي يقول. يعني الدكتور ما عادش 8 سنين يتعلم طب ويجي واحد مش فاهم حاجه هيخترع يبقى دكتور. الكلام ده غلط واكبر غلط. لا مش عليا انا يا جاهل. واحد لا لا مش عليا، انا بفهم كل حاجه. اه الحمد لله انا بفهم في كل حاجه، بس ما العبش في الطب. دي الحاجه الوحيده اللي ما اقدرش. انا ممكن ادي لنفسي حقنه. ليه بقى؟ مع الخبره، مع خبره، عشان انا عندي سكر بدي لنفسي الحقنه في وركي، ما بديهاش اكتر من كده. وعلى شرط يا جماعه انا ما بعرفش ادخلها جوه الابره. يعني الازازه اهي ما اقدرش ادخلها جوه الابره. ليه؟ عشان انا ما بشوفش. انا باجي ادخل الابره يا جماعه، امسك ايدك ادخل الابره ادخلها في الصاجه، تروح الابره تتكسر، ما انا مش شايف. او ممكن انا مره جيت اعملها يا جماعه، بدل ما ادخلها في الابره اهي، السرنجه اهي وادي الازازه، بدل ما ادخلها كده دخلتها في ايديا، عورت نفسي. نظر ضعيف الحمد لله. اه اعمل ايه؟ طب نصيبي. هم العيال بيجي يدخلوها كده ويطلعوها لي. اهم حاجه انا بقى، انا خاف على نفسي جدا يا جماعه. امسك بقى السرنجه كده وافضل ادق فيها واطلع هواء مره واثنين وثلاثه لغايه الميه، انا ما بشوفش الميه، لغايه الميه ما تطلع على ايدي كده، انا اطمن اديها لنفسي. طبعا انا بخاف على نفسي جدا يا جماعه، جدا جدا جدا. لا طول عمري كده، مش دلوقتي بس. بس انا ما كنتش مريض يا جماعه وانا صغير. ما فيش غير ال5 سنين دول الاخرانيين دول هو اللي جالي. اه تعبت. بس انا على الطلاق، انا من قيمه 5 سنين على الطلاق. لو البنت سما دي اللي عايزه تتجوزني شافتني من قيمه 5 سنين كانت تقول لي دي انت شاب ابن 17 سنه. ايوه ايوه يا غبي. طب ما انت لسه ايوه. يا أم علي شاب 17 سنة. ده زمان زمان، امال لا دلوقتي ولاد ايه؟ دلوقتي طبعا شباب طبعا. لا لا هنتك على بعض. ليه كنت بتحرك يمين شمال، اطلع فوق انزل تحت، اروح هنا واروح هنا، واركب العربيه بتاعتي واسوق يمين شمال. دلوقتي خلاص، دلوقتي انا ما بسوقش حاجه. ما بقدر. أنا كبير، انا ما بطلعش الاوضه كبيره، اروح الاوضه التانيه، اروح اعمل تواليت واجي. اكتر من كده ما بعملش، وبالعافيه كمان. طب على الطلاق من قيمه اسبوع انا ما كنت قادر امشي على رجلي. حياة القرآن سندوني ودخلوني الحمام لوحدي كده، ما اعرفش، لوحدي من عند ربنا. بس الحمد لله يا جماعه. بس وحياة النعمه دي، وحياة النعمه دي، اول ما بشوفكم القرآن بنسى المرض. حياة النعمه دي يا اولاد، حياة النعمه. اول ما اشوفكم يا جماعه انا بنسى الدنيا وبنسى المرض وبنسى. عارفين اول ما بقفل حبيبي حبيبي عبد الرحمن، تعالى تعالى عبد الرحمن، والله العظيم اول ما اشوفكم يا جماعه الاقي نفسي. بصوا يا جماعه، ثواني خليكم معايا يا جماعه. اتمنى تكوني مبسوطة، منورين كل الحضور. اتمنى الموجودين بس يعملوا متابعة الحاج علي واشتركوا في القلب الاورنج، نشطوا له الحساب يا جماعة عشان ده الاكونت الاحتياطي. يلا يا ولاد.
يلا ولا سامحوني يا جماعه، معلش. شدوا يا جماعه. ابراهيم الجوهري اللي كان معانا على الجست دلوقتي يا عم علي بيقول لك هو ازاي يطلع من علاقه توكسيك، علاقه سامه. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني هو حدد مثلا الهدف يا مرتبط، ابراهيم. يعني هو مثلا بيحب واحدة بس العلاقة دي بتأذيه نفسيا وعاطفيا، فهو مش عارف يتخلص منها، بيحبها وفي اه، نفس الوقت مش قادر يبعد عنها، بس هو لازم يبعد عنها لأنها علاقة مؤذية ليه، فازاي يقدر يتخلص منها؟ اسمه ايه هو؟ ابراهيم. إبراهيم الجوهري. بص يا ايمو، لا الكلام ده جد يا جماعه، مش هزار. اه لو انت بتتكلم جد، دي نصيحه من اب لابن. بص يا ايمو، حياه ربنا، امال الحب ده هيأذيك يا ابراهيم؟ حاول ما تفكرش فيها. ازاي يا عم علي جدع؟ طول ما انت طول ما انت قاعد لوحدك يا ابراهيم هتفكر فيها. اول حاجه يا ابراهيم تمسكها، دلوقتي خليك معايا، تمسك رقم تليفون اهو، تيك تيك، حظر، حظر، على طول حظر، تدي حظر، ما فيهوش كلام. بعد كده تاني حاجه، ما تقعدش لوحدك، حاول تقضي اكتر وقت في شغلك، اكتر وقت في شغلك، تنساها. يعني حاول يعني لو شفتها كده اجري وامشي الناحيه التانيه.